طبعا جزء كلش بسيط من الكذب والاعذار مال الطلاب، ناهيك عن اشق الورقه مال الامتحان حتى اهلي يشوفوها، وناهيك عن انه اغير واكتب بكيفي، وبعد كومه شغلات يستخدمها الطالب لحتى يطلع نفسه من هذا الضغط كلياته، سواء من المدرسه او من الاهل نفس. كل هاي الهوسه اللي سولفنا بيها هسه توديك الى نقطه واحده، وهي السادس. هذا الصف اللي اول ما تسمع باسمه تجيك هيك رشفه من فوق لجوا، حتى بطنك يصير بيها مغص، تقول واحد ضربك على بطنك بوكس. انه حرفيا الطالب من يوصل مرحله السادس تنتهي حياته، موت ينقضي عليه، يحس نفسه راح يدخل المكان ماكو طلعه من عنده، ويبدا الخوف يصعد عنده من اصبع رجله صغير لحد اخر شعرايه براسه. صراحه من حقه يخاف ويقلق، لانه بهذا الصف راح يتحدد مصيره. ونرجع للنقطه الاولى مال الفيديو اللي هي يا اما طريق الجنه او طريق النار. وبالرغم من انه سادس هو لوحده قلق، وراح يصير عليك ضغط من المدرسه وقلق مال الامتحانات وضغط من اهلك والقرايه وما اعرف ايش والقفله عن النفس، الا انه برايي اني اكو مشكله اكبر من هاي المشاكل كلياتها راح تصادفك تحديدا بالسادس. هاي المشكله صراحه انا اعتبرها مثل الفخ لطلاب السادس. هذا الفخ اذا عبرته انت راح تروح للجنه، واذا ما عبرته انت راح ابوك ينصمت. راح يجي ببالكم ممكن هسه هاي المشكله تكون بسبب الضغط مال القرايه او الاهل او ضغط الامتحان. لا 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 لا، المشكله اكبر من هي. برايي اني اكبر فخ ممكن يوقع به طلاب السادس هو فخ الافكار. فخ الافكار شنو هاي جديده؟ لا عزيزي مو جديده، سواء مهما كنت انت راح تقابل فخ الافكار اول ما تدخل السادس، وخصوصا بمرحله المراجعه والامتحان. يا الهي على هذا الفخ اللي هيك محيوك حياكي، خصيصا الطالب السادس. محمد مثل ليش هذا فخ الافكار؟ انا اقول لك جيت تلزم كتابك، انا ليش ما افتح مشروع؟ انا كبرت شو وقت راح اتزوج، جماعتي كلهم متزوجين، هذا الكنتور شكله ما عاجبني، لو اجيب واحد لونه ابيض احسن من الجوزي، هذا الجوزي شويه مقلق. هسه هذا السقف لو اسوي مال جيمنج واجيب له قطن والك صراحه هذا الجلاس بي شيء غريب، ممكن اسوي من عنده روبوت. خو سالفه الحبكيات اللي تجي بالسادس سلم لي، سواء كنت طالب او كنتي طالبه، اي شخص تحبونه وانتم بالسادس كذب. هذا انتم بدأ تحبونه شباب، اقسم بالله لو انت بالسادس وحبيت لك وحده اتاكد 100% انه هي بقره، بس انت تحبها لانه انت بالسادس. وانت سليمه خاصه اذا جتك مشاعر الحب الواحد وانت بالسادس، اعرفوا انه هاي مشاعر كذب 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 كذب. هاي العلاقه راح تخلص اول ما تطلع نتائج، تخلص تتبخر العلاقه، هاي تتبخر. هاي كذبه شباب، لا حد لا يوقع سالفه الحب بالسادس كذب شباب. دير بالكم ثم دير بالكم ثم ديروا بالكم. اقوى فخ الافكار مال السادس انه انت ترتبط وانت بالسادس، ابوك يصطمت. اخذوها عن تجربه شباب، وراح اعطيكم مثال بسيط قسم بالله حقيقي 100% عن هذا الموضوع. شاب صديقي صارت وياه هاي القصه، ومتاكد معدها 100%، ومتاكد انه انتم صايره بيكم. عندي واحد من المعارف جابها من الاول ابتدائي لحد ما صار بالخامس علمي، وهو كانت درجاته من الابتدائيه عشرات ومن المتوسطه والاعداديه ميات، وكان معفي اعفاء عام، واقل درجه كانت عنده 95 من 100. وقسم بالله هذا الحكي صحيح، مو بس مثال هيك جبته من بالي حطيته للفيديو، هذا المثال حقيقي 100% وانا اعرفه. درجاته كلهن كانن فول، والكل تعرفه هذا الطالب انه شاطر، والكل كانت متوقع انه يصير دكتور وراح يجيب معدل مليون. والنقطه اللي كانت مساعده هذا الشخص انه لحد ما وصل خامس علمي وهو درجاته فول، انه كانت امه مانع عليه انه اصلا يلزم موبايل لحد خامس علمي. تخيلوا شاب بالخامس علمي وما عنده موبايل، هسه مستحيل تلقى هيك. الان وصل هذا الطالب صف السادس، وبحجه انه راح يروح محاضرات وما اعرف ايش، فيحتاج تليفون لحتى شنو يصور المحاضرات. المهم اشترى هذا الطالب تليفون، ايش وقت بالسادس، ليش؟ بحجه انه اصور المحاضرات اللي راح اروح لها حتى اقراها من ارجع للبيت. يا سلام على هاي الكذبه والفخ العملاق اللي وقع بيه هذا اللطيف. اعطيكم 5 ثواني لحتى تتوقعون شنو صار ويا هذا الشاب. شنو بالله صار؟ ما راح اخليكم تفكرون زايد. اللي صار ويا هذا الشاب انه ملزم التليفون، فجاه كبل، فجاه صار يحكي بالتليفون، فجاه شاف نفسه انه هو داخل بعلاقات منا. درجاته اللي كانت 195 و96 الى هبوط تام صارت كلها 60 على 70 على مدري ايش قد على 80. السنه الاولى وصل للامتحانات انضرب عقله، صارت عنده دوامه بالعقل مالته عجي. طب للامتحان قام شو يسوي؟ يشمر الهندسه مالته ويطب الامتحان حتى ما يمتحن. تخيل الهندسه مال اقلام يشمرها قبل ما يطب الامتحان ويطلع ياخذها. وسوى اجل السنه كلياته، رجع عاد سنه مره ثانيه، وكانوا الكل متوقعين انه هو يجيب درجه كلش عاليه. بس اللي صار شنو؟ انه هو خلاص انضرب هذا انضرب، خلاص انضرب رسميا انضرب. المهم ما اطول عليكم السالفه، اجت النهايه واجوا معدله 80. مع العلم انه معدل 80 اكو هواي يعني يتمنون معدل 80، بس بالنسبه لهذا الطالب اللي كان مستواه 100 واقل درجه عنده 95 و96، المفروض انه معدله يكون
من هذا الرنج انه 95% بهذا بس هو جاب ايش قد 80. واقول لكم على سر صغير انه هذا الطالب هو نفسي اسمه محمد كريم وقاعد يسوي لكم هذا الفيديو. اي نعم شباب، هاي القصه اللي حكيتها قصتي. اتمنى اللي ما يشوفون هذا المقطع ولا احتمال راح ابلع مره ثانيه وانا عمري هسه حاليا 27 سنه. يا شباب الزبده من هذا المقطع كلياته انه هي انه اوصل لنقطه فخ الافكار. هذا الشيء اللي اريدكم تعرفونه لحتى نطلع بشيء مفيد من هذا المقطع، احسن ما قاعدين بس هيك محمد يسوي فيديو. لا، بيت بهذا المقطع اعطيكم الزبده من التجربه اللي صارت وياي لحتى ما توقعون بنفس الفخ اللي انا وقعت بيه. عسى ولعل اذا 1% من اللي يشوفون هذا الفيديو سمعوا نصيحتي وفادتهم، ممكن احصل رحم الله والديك من عندهم، وهذا الشيء يكفيني. اذا 1% من هذا الفيديو استفادوا فانا كلش راح اكون سعيد وممتن من اللي شافوا هذا الفيديو كلياته صراحه. فبنهايه هذا المقطع احب اقول شكرا كل واحد وصل لهاي الدقيقه من المقطع. اتمنى ان شاء الله يكون وصلتك الزبده، سواء انت كنت بصف السادس او مو بصف السادس فانت حتما بالنهايه راح توصل لهاي المرحله. اريد من عندك انه انت ما تخاف وما راح تحسس نفسك انه انت طاب الحرب، لا هو صف عادي حال اي صف ثاني، مجرد يكون هو هاي نهايه المرحله وتحدد به مصيرك. واللي شرحت لكم هو فخ الافكار. فخ الافكار اذا عبرته خلاص انت راح تكون هنا بالسليم ودخلت على طريق الجنه. انت جيب معدل عالي ووراها روح بالاختصاص اللي يفيدك، مو شرط مهندس او طبيب، بس اهم شيء انه انت تجيب المعدل التوب، وراها اختار عسى ما اي شيء، عسى ما تريد تصير مطرب. ممكن تسالني ليش اجيب 100 اذا انا اريد ممكن اروح مثلا تربيه رياضه اللي هي ممكن اروح بها بمعدل 60؟ راح اقول لك يا حبيبي جيب معدل توب ووراها روح الاختصاص اللي تريده، ولا تسالني ليش، عن تجربه وهوايه اسباب لليش مالتك هاي. وبس اشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجايه. كان معكم اخوكم محمد كريم ومع السلامه.